إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. اسمها الفشخرة. معناها معروف انك ما تمشيش على قدك، يبقى دخلك 100 جنيه وانت بتصرف 300 جنيه. ما عندكش لكن عايز ان شاء الله تستلف وتندين وتتزنق. الفشخرة دي هي الاب الشرعي للديون والمتاعب، هي السبب في الهموم. الكلام ده صحيح على مستوى الافراد ومستوى الدول. قلت لي ليه؟ اقول لك ليه. الفرد لما يصرف اكتر من دخله يفتقر. الدولة لما تستورد اكتر ما بتصدر ميزانها التجاري يميل عليه ويقول له ليه طوعتني. لما الانسان يصرف اقل من دخله يحوش يدخر. المدخرات دي هتتحط في بنوك او في شركات او في مشروعات، يبقى في فلوس وفي رخاء وفي انتاج. من غير ادخار مفيش تمويل، من غير تمويل مفيش مشروعات. الدنيا فيها مجموعة قوانين، تمشي عليها توصل، ما تمشيش عليها ما توصلش. زي حواديت ألف ليلة وليلة، في سكة للسلامة وسكة للندامة وسكة للي يروح ما يرجعش. احنا مع عدم المؤاخذة ماشيين في سكة اللي يروح ما يرجعش، عمالين نزيد وانتاجنا عمال يقل. الناس بتزيد والانتاج بيخس. تيجي ازاي دي؟ المفروض الانتاج يزيد لما الناس تزيد، عندنا بقى بيقل. عايزين نلحق نتلفت ونرجع الشوية اللي مشيناهم في سكة اللي يروح ما يرجعش. عايزين نرجع من السكة دي ونروح سكة السلامة. سكة السلامة عايزة شغل كتير.